وجمالها، جو وهوا وبحر فوق الخيال بصراحه. احنا هنا في اسكندريه وده مول سان هنوريه لكم. ده مول سان بص لون البحر بقى، مفيش مصيفين دلوقتي فالبحر تلاقيه هادي وجميل ازاي. جو تحفه تحفه تحفه. اتفرجوا بقى واستمتعوا معانا. ده المكان اللي هيبقى مكان جليم باي، يعني بدل جليم باي. يعني جليم باي اللي احنا شفناه ومعروف في اسكندريه ده هيبقى المكان مكانه، يعني ده هيغطي عليه. دي اصلا سان ستيفانو زي ما احنا شايفين كده، وده طبعا دي سان ستيفانو اللي تبع الخاص بالفندق. احنا شايفين كده، وده المول بتاع سان ستيفانو، السكن بتاعه طبعا مشجرينه بقى وعاملين شغل جامد قوي فيه بقى، وفيلات جوه وقصور وكده، بس مش بنعرفه نخشه ونصوره، لكن بجيب لكم كده عشان هنبدأ رحلتنا ان شاء الله من الفيديو ده لأعماق اسكندرية. وزي ما بدأنا مع الغردقة هنبدأ معاكم مع اسكندرية، بس ما تنسوش معانا اللايك والشير وتدعمونا باللي انتوا عايزينه. عايزين تعليق كده على اللي انتوا عايزينه على اسكندرية واحنا نجيبه لكم ان شاء الله. ودي البداية. يلا بقى جديدة، احنا شايفين في كافيتريات جديدة، وده هيبقى مكان جليم باي. يعني جليم باي احنا هننزل لكم فيديو بيه. وده فندق 26 يوليو، يعني فندق 26 يوليو الفندق معروف طبعا. وده المكان الجديد اللي هيبقى مكان جليم باي. ده شاطئ 26 يوليو، ده الشاطئ الخاص. احنا شايفين مكان روعة وآية في الجمال يا جماعة، مكان حلو جدا. وهنوريكم بقى ايه جليم باي. طبعا عاملينه زي ممر كده داخل البحر، عاملين فيه كافيتريات بس براندات كلها وحاجات روعة وجميلة جدا، يعني مطاعم على أرقى مستوى. بس احنا بقى النهارده هنوريكم المكان اللي هيغطي على جليم باي. ده المكان اللي هيغطي على جليم باي. بصوا احنا في منطقة سان ستيفانو، منطقة لوران، الاتنين بيبقوا جنب بعض وبعديها جليم. ده المكان الجديد اللي انا بقول لكم عليه، اللي هيكون مكان جليم باي. جليم باي بيبقى موجود على البحر كده، اكيد انتوا عارفين ولا عندكم لمحة عنه. وده المكان الجديد بتاعه، ده بقى اللي هيغطي عليه. ده هيبقى كله كافيتريات ومطاعم برندات كلها، يعني قوات تبع القوات المسلحة.
طبعا هما اللي بيشرفوا عليه مش تبعهم يعني، لكن هما اللي بيشرفوا عليه. طبعا بعد ما نجح موضوع المول بتاع جليم باي، ابتدوا هما بقى ايه يعملوا مشروع تاني زيه كده على البحر بديل ليه اللي احنا شايفينه ده دلوقتي. هما دلوقتي بيطوروا، احنا ماشيين معاكم بالتطوير واحده واحده، يعني اي حاجه بتتطور بننقلها لكم. شوف ده المكان الجديد. ده الجديد كله، كل ده جديد. انت اول مره تشوفي ده؟ لا ده كل ده جديد، لسه بيطوروا لسه فيه. طب البحر فين؟ بيبقى غالي بس البحر مش باين يعني. البحر فين؟ انا عايزه البحر. طبعا هما بيستغلوا اماكن كده اللي على البحر يعني. البحر ده فوق كده حرام. يعني بص مكانها دي كان بيبقى فيه ميه، يعني الميه اللي احنا شايفينها هناك دي كانت بتبقى تحت رجلينا هنا، كنا شايفينها. لكن خلينا مع التطوير يمكن يكون افضل واحسن من الاول. طبعا دي باركن عاملينه، بصوا ده تطوير جديد للمول الجديد بتاع 26 يوليو اللي هيتعمل مكان جليم باي. مش مكانه، لكن هو تقريبا هيغطي عليه تغطية كاملة يعني. بصوا الاصلاحات، بصوا التطوير، رفعوا المقاسات وشغالين اهو، لسه في البداية اهو احنا شغالين، واحنا بننقل لكم معانا كل حاجة جديدة بننقلها لكم عن اسكندرية الجميلة قوي. احنا خلصنا في فيديو تاني برضو هننزله لكم عن اخر فيديو عن توثيق الغردقة، وبعدين ننقل بيكم بقى على اسكندرية. هنقدم لكم فيديو برضو عن متحف مجوهرات اسكندرية، يعني استنونا بعد الفيديو ده في فيديو تاني هينزل بتاع المجوهرات، احنا لسه جايين من عنده، هننقله لكم برضو ايه على القناة. بس ما تنسوش تدعونا بأي حاجة، دعمونا بأي شيء، وعلقوا واكتبوا في تعليقاتكم الحاجات اللي انتوا عايزينها في اسكندرية. أي حاجة عندكم رغبة فيها في اسكندرية قولوا لنا عليها، واحنا ننقلها لكم ونجيبها لكم على الطبيعة. احنا بدأنا بالقلعة وبدأنا في المنتزه، ولسه في المنتزه برضو في فيديوهات جاية تانية، ولسه القلعة برضو ليها فيديو تاني بس بعد التطوير. ونشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.